دلوقتي بعد ما غرفنا اهو ده الكسكسي الحلو عملناه بالسمنه واللبن، عملناه باللبن وجوز الهند والسوداني والسكر وقلبناهم على النار. شايفين طالع حلو ازاي يا جماعه؟ معلش انا حبيت بس اوريكم، شايفين مفرفر ازاي مش معجن، ده انتوا شطبتك فيه. ومعانا الكسكسي الحادق عملناه بالسمنه وشويه ملح عليه وقلبناهم على النار وغرفناه في الطبق كده قدامكم مع طبق شوربه وفراخ. لو عندك لحمه حطي، لو عندك اي حاجه حطي زي ما انت عايزه، اللي انت تحبيه، بط، فراخ، لحمه، اي حاجه. وفي حاجه كمان يا جماعه عايزه اشكركم عليها، يعني بحب اتمنى اشكر الناس كلها اللي بتتفرج عليا من السعوديه ومن المغرب وتونس والعراق، اللي انا اكتشفت ان هم بيتفرجوا عندي على القناه، فبشكرهم جدا واتمنى ان هم يدخلوا ويشتركوا في القناه. والسلام، وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ودايما بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكسكسي البلدي. مقاديره ايه؟ احنا معانا كيلو من الدقيق، معانا ميه عاديه من الحنفيه، ومعانا معلقه ملح، وطبعا الغربال اللي هو ايه هنعمله، لان هو ده بلدي مش هعمله في الكب، هعمله على ايديا. هوريكم ازاي بيتعمل على ايديا باسهل طريقه وابسط طريقه للي هم ما عندهمش كبان. وانا كده بميه اهي عشان مش هعمله بشرب. احنا بعد كده عشان اللي عايز ياكله بسكر ما يبقاش بشربه، اللي عايز ياكله بسكر ولبن ماشي، اللي ياكله بشربه يعني براحته. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنجيب معلقه من الملح نحطها على الميه ونقلبها كده. وبعدين اللي عنده وخاخه ممكن يملاها ويبخ بيها على الدقيق ويفلفله، انما انا ما عنديش بقى. هوريكم، بقول لكم بابسط طريقه خالص، يعني اقل علشان تبقى براحتكم. معانا الدقيق اهو، هناخد من الميه دي كده وننسم، ماشي، وننسم كده اهو ونقلب. كل ما ننسم نقلب اهو بايدينا دي، ايد تنسم وايد تقلب. احنا طلعنا لقينا اجدادنا وامهاتنا وكلهم بيعملوا الطريقه دي اهي كده. دي اللي ما عندهاش كبه مفيش حاجه تقف قدامنا. واول ما نبتدي اي فيديو نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونسمي الله، الحاجه بزيتها بركه وتطلع زي الفل باذن الله. كده اهو كده، حطوا والبس كده. والاشتراك في القناه يا ريت، يعني رجاء يعني منكم اللي يبص، اللي يشوف القناه ويبص علينا يعمل اشتراك في القناه. وجودكم معايا هيفرحني ويساعدني ان انا اعمل على طول، يشجعني ان انا اعمل فيديوهات على طول، وبجيب لكم يعني ابسط فيديوهات اعملها لكم. بشكر الجماعه بتوع سوريا والجزائر والمغرب والسعوديه، وطبعا اهلي في مصر بشكرهم جدا على متابعتهم معايا وتشجيعهم ليا. وجودكم في حياتي خير والله، ربنا يرضيكم يا رب. متابعين اللي جوه مصر وبره مصر على راسي من فوق والله، انا بحبكم في الله وبدعيلكم في ظهر الغيب. ربنا يصلح احوالنا كلنا يا رب ويصبر بخاطرنا يا رب. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك. كده خلاص احنا فرطناه اهو. هنجيب غربالنا بقى الصغير ده، انا معرفش انتوا عندكم بتسموه ايه، بس انا عندنا اسمه الغربال كده اهو، بيبقى معمول معانا كده اهو. خلاص بنجيب صينيه فاضيه ونحط عليها الغربال اهي، صينيه فاضيه اهي، هنحط عليها الغربال كده
ونرش ايه، وناخد من الدقيق ده شويه بشويه كده وايه، ونفركهم كده في الغربال كده. خلينا نعمل كده في الغربال. هياخد شويه بشويه ونفرمهم كده في الغربال، نغربله كده. اهي كده، نعمل كده في الغربال. اهو بيطلع ازاي، ولا كبه ولا بتاع. ما بياخدش عامة 10 دقايق في العمايل. بعد ما يستوي بقى نحطه في شاشة كده ونحط على البخار، بيستوي على البخار. بعد ما يستوي بقى بتطلعيه وتفرفريه وترديه تاني كمان مرة كده على البوتاجاز تاني. وبعد ما يترد تطلعيه بقى تعمليه باللبن، تسقيه باللبن، تحط عليه شوربة، سمنة، زبدة وسكر وزبيب، جوز هند، تاكلوه مسكر او تاكلوه بشوربة مع بط او فراخ. ولا اسهل من كده ولا ابسط من كده. دي طريقة امنا، امي الله يرحمها، الف رحمة ونور عليها يا رب. دي كلها طريقة اهالينا كلنا. الغربان اهو هنحطه اهو، نحط فيه الكسكس اللي احنا عملناه كده، نحطه كله كده ونفرده فيه كده اهو، ونروح حاطينه مغطيين كده كده ماشي، وعلى مصفى، ونروح حاطينه على البوتاجاز. حله على النار حطينا فيها ميه وحطينا عليها المصفى اهي، ولازم تكون مقفوله ما تطلعش البخار من تحت. حطينا عليها اهو، حطينا عليها الكسكس اللي احنا عملناه اهو، فردناه اهو فيها، ونغطي عليه كده اهو كده، ونسيبه يستوي، ونغطي بقى ونسيبه يستوي مع بعض. حله فيها عليه، ونغطي عليه ونسيبها تستوي، نسيبه يستوي بقى مع بعض. وكده هنشيله بقى اول مره اهوت من على البوتاجاز، نفرفره ونرجع نحطه تاني كده اهو. كده هنشيله اهو، هو سخن بس كده اهو. نشيله مع بعض. شايفين مفرفر ازاي كده اهو. كده بنفرفره اهو. كده هنحطه بقى هنا كده اهو في الغربال، نفرفره تاني اهو، سخن بس كده، نسيبه لما يهدى. الهدف من كده اللي احنا بنفك شويه، نفك ونقلبه عشان نضمن ان هو استوى.
كده نحطه كده، نفكه كله كده اهو كده مع بعض. ايوه، وهنرجع نحطه تاني اهو كده ماشي اهو. نقلبه كده بسم الله ما شاء الله، احلى كسكسي. اهو بيتفك معاكي ما تقلقيش، ما يكون حته ماسكه مع بعضها كده بيتفك معاكي. ممكن ما تردهوش لو لقيتيه استوى، ممكن ما تردهوش يعني تبقى مره وخلاص. انت كده كده بقى هتسقيه باللبن لو عاوزاه مسكر، وتحط عليه بقى الزبده والمكسرات بتاعتك جنب السكر. بس بالشوربه يعني بتزودي له برده، تحطي له كوبايه يعني مج شوربه كده وتقلبي بيه، وكان عندك دهن، عندك سمنه زبده كده وتقلبي وتاكلي بالهنا والشفا كده اهو. بنفك كده اللي وقع مننا ده اللي المعين. كده خلاص اهو. كده معانا اهوت الكسكسي نقسم عليه كده كده. خلصنا اهو اهو زي الفل. ازاي هنرد تاني بقى اهوت. هنجيب المصفى بتاعتنا اهي ونحط الشال بتاعنا. الشال ده انا عايناه للكسكسي عشان نحط فيه ونسويه، ونروح ردينه تاني نكمل سواه. نحطه كده ونقفل عليه نقفل عليه كده ونحطه يلا على البوتاجاز كده ونغطي عليه معنا بالغطا بس 10 دقايق ربع ساعة ونفرفره ونكمل مع بعض. هنقلب بقى اهو. وحطينا مكسرات عليه، جوز الهند والزبادي مجروش، وبنقلب اهو. اللبن كده هيتشرب اهو وبقى مفرفر خالص معانا اهو. شايفين اهو السوداني اهو وجوز الهند. هنغرفه بقى معاكم ونحطه في البيضه ونرجع لكم تاني. الاولاني اهو اهو. شايفين مفرفر ازاي يا جماعه اهو؟ شايفين ولا احلى ولا اروع من كده اهو. اخلص الكميه كلها في الطبق التاني وارجع لكم تاني اهو. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكل الفيل جميل ازاي؟ يلا هنكمل الكميه. ودي الشكل النهائي للكسكسي معانا. الكسكسي الحلو عملناه باللبن وبجوز الهند والزبيب والسوداني المجروش. لو عندك حطي الزبيب باللبن، اي نوع من المكسرات الموجوده عندك، ما تعطيناش نفسك عشان حاجه معينه. والتاني هنا عملناه بالسمنه زي ما انتم شفتونا الطريقه بتاعتنا، عملناه بالسمنه وحطينا عليه طبعا اللحمه اللي موجوده في البيت، ايا كان اي نوع لحمه، بط، اي حاجه، لحمه، فراخ، بط، اي حاجه زي ما انتم
بتحبه. ومعانا طبق الشوربه عشان تقدري تاكليه، وبألف هنا وشفا ليكي. واللي وصل معانا في القناه لحد دلوقتي ما ينسوناش اللايك والشير والاشتراك في القناه. وبشكر يا جماعه كمان، بشكر الناس اللي بيتفرجوا علينا من سوريا ومن السعوديه ومن العراق ومن الجزائر. انا لما عرفت ان هم بيشوفوا الفيديوهات بتاعتنا انا كنت مبسوطه جدا، وبشكرهم جدا 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 على ان هم بيدخلوا يشوفونا. واتمنى ان هم يشتركوا في القناه ويدعمونا ان شاء الله ويقوونا ويدخلوا يشتركوا في القناه معانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودلوقتي احنا عملنا معاكم الكسكسي الحلو بعد ما غرفناه اهون في الاطباق. ده هنا عملناه باللبن وحطينا عليه لبن وحطينا عليه جوز الهند والسوداني وقلبناهم على النار. وشفتوا اللبن بيطلع مفرفر ازاي جوز الهند. استنى بصيته معين ورجعنا لكم بعد ما غرفنا اهون. معانا الكسكسي الحلو اللي هو باللبن ومعاه جوز الهند وسكر وسوداني مجروش، ده اللي بيحبوه حلو. ومعانا الكسكسي الحادق في معلقه سمنه بلدي وبنحط عليه شويه ملح ومعلقه سمنه بلدي. بتقدميه مع فراخ، لحمه، بط، اي حاجه موجوده عندك المتاح عندك. ومعاه طبق الشوربه، او ممكن تحطي اي نوع خضار انت بتحبيه. وبحب اقول لكم يا جماعه بشكر الناس اللي اتفرجت عليا وبتشاهدني من الجزائر ومن تونس والمغرب والعراق والسعوديه، عشان انا كنت سعيده جدا جدا لما لقيت نسبتهم عاليه جدا عندي. فبشكركم وبقول لهم يا ريت لو تقدروا تشتركوا معانا في القناه ابقى مشكوره ليكم. وكمان المصريين اللي مشتركين عندي بشكركم جدا، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه. دلوقتي بعد ما غرفنا اهو ده الكسكسي الحلو عملناه بالسمنه واللبن، عملناه باللبن وجوز الهند والسوداني والسكر وقلبناهم على النار. شايفين طالع حلو ازاي يا جماعه؟ معلش انا حبيت بس اوريكم. شايفين مفرفر ازاي؟ مش معجن، ده انتوا شطبتك فيه. ومعانا الكسكسي الحادق عملناه بالسمنه وشويه ملح عليه وقلبناهم على النار وغرفناه في الطبق كده قدامكم مع طبق شوربه وفراخ. لو عندك لحمه حطي، لو عندك اي حاجه حطي زي ما انت عايزه اللي انت تحبيه، بط، فراخ، لحمه، اي حاجه. وفي حاجه كمان يا جماعه عايزه اشكركم عليها، يعني بحب اتمنى اشكر الناس كلها اللي بتتفرج عليا من السعوديه ومن المغرب وتونس والعراق، اللي انا اكتشفت ان هم بيتفرجوا عندي على القناه. فبشكرهم جدا واتمنى ان هم يدخلوا ويشتركوا في القناه. والسلام، وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.